بلتيني يرجع كرة للاعب وترجع له من بن محمود، يرفع كرة باتجاه طارق والهدف 15 جويلية 1954، ولادة نجم من نجوم الكرة التونسية طارق ذياب نمرو 10. بدو زكي دور يلقى الكرة في الشباك. تعلم الكرة في أول مدرسة متاع فوتبول في تونس اللي أسسها عبد الرحمن بن عز الدين، وكان معاه وقتها البياري ولطفي العروسي. 1967 يهز بطولة المدارس ليلتحق في نفس السنة بجمعية أريانا، وبعدها إلى الترجي الرياضي التونسي في 1972. في 5 مواسم يلعب 155 مباراة ويسجل 43 هدف. 1978 يمشي الأهلي جدة، 2 مواسم يتحصل فيهم على كأس الملك 1979 والكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة السعودية. يرجع بعدها للترجي الرياضي في 1980، 10 سنوات يلعب فيهم 272 مباراة و84 هدف. أكثر لاعب مشاركة في دربية العاصمة 29 مباراة، أرقام لم يقع تحطيمها إلى حد الآن. 7 بطولات و2 كؤوس مع فريق باب سويقة. طارق ذياب والمنتخب التونسي قصة عشق كبيرة بدأت مع منتخب الأرجنتين. الرقم 10 صاحب الفنيات واللمسات السحرية، اللاعب التونسي الوحيد اللي تحصل على الكرة الذهبية الإفريقية عام 1977 1987. وشكون ينسى بدو زكي دور يلقى الكرة في الشباك، هدف من روائع الكرة التونسية ضد المنتخب المغربي في تصفيات الألعاب الأولمبية سيول 1988. هرقال في اتجاه طارق ذياب. طارق ذياب يستعد الخلف يخلف والهدف الأول لصالح المنتخب التونسي في 15 دقيقة لعب عن طريق طارق ذياب. هدف ما ذماش الحارس الزكي وقف في مكانه، ما خلى له حتى فرصة. نعاودوا وشاهدوا قال ما ذماش. بالرجل اليسرى بدو زكي دار يبقى الكرة في الشبكة. آخر مباراة دولية لي كانت ضد المنتخب الإنجليزي 1990، وبعد الاعتزال طارق ذياب يشارك مع الترجي الرياضي في مباراة ودية ضد يوفنتوس 1992. استعراض كروي من لاعب القرن. سنة 2000 تم اختياره لاعب القرن في كرة القدم التونسية. سنة 2008 يعود يرجع للترجي الرياضي من باب المسير في خطة نائب رئيس. وفي نفس السنة يتوج الترجي الرياضي بكأس تونس، وفي لقطة فاجأت التوانسة الكل ما يسلمش على وزير الشباب والرياضة عبد الله الكعبي. وقتها ديسمبر 2011 يتعين وزيرا للشباب والرياضة، فترة ما دامتش برشا، ليعود إلى ميدان التحليل الرياضي في القنوات التلفزية. طارق ذياب إمبراطور الكرة في تونس، كان ولا يزال الرقم 10 والرقم الأصعب في كرة القدم التونسية.